يلا بينا نحضر ماتش الموسم للاهلي قدام بيراميدز. ده شكل جمهور الاهلي اللي موجود النهارده في الاستاد. الدرجه الثالثه شمال كلها تقريبا متقفله، وعندك كمان الدرجه الاولى. وده شكل جمهور بيراميدز الموجود النهارده اللي كل مره بستغرب وجوده بصراحه. اول حاجه جمهور الاهلي عملها بعت رسائل لشويه لعيبه، واولهم كان رامي ربيعه اللي ما جددش عقده لحد دلوقتي، وقالوا له وبعد كده شويه نكش في الزمالك بامام وبن شرقي. وكما هو متوقع جمهور الاهلي بينقص في الزمالك عشان زيزو، بس بصراحه عملوها باحترام. بدأ الماتش والاهلي كان اخطر في البدايه وما استغلش ده، وبعد كده الريتم هدي قوي. هنا كولر كان حاطط كرة تحت رجله، وده بسبب ان ناشئين بيراميدز كانوا بيأخروا نزول الكرة جدا للملعب عشان يهدوا اللعب، وكولر اول ما جات له الكرة قفشها. الموضوع كان بدأ يسخن بس الدنيا اتلمت بسرعة. سامع الصفارة قد ايه؟ كل ده عشان في هجمة لبيراميدز. الشناوي طلع واحدة ما تطلعش. يحيى خارج من الماتش وشكله مش قادر يقف على رجله، واكيد الدبيس اللي هينزل مكانه. خلص الشوط الاول 0-0 للاهلي، عايز يجيب جون، بيراميدز عايز الماتش يخلص تعادل على كده. بكل امانه جمهور الاهلي النهارده عمل كام لقطه يتدرسوا. اول حاجه هتاخد بالك منها الشرايط السوداء والحداد اللي عاملينه في المدرج الثالثه شمال كله. الشرايط السوداء اللي موجوده دي موجوده في كل حته في الثالثه شمال، لو انتوا واخدين بالكم. غالبا الشرايط السوداء دي حدادا على جمهور الزمالك، اللي بياكد الكلام ده وجود ال20 هنا كمان في الاستاد. تاني لقطه وهي هتاف لابراهيم شيكا اللي كانت وفاته النهارده. ثالث لقطة جمهور الأهلي كله في الثالثة شمال في الدقيقة 20 مدي ظهره للملعب عشان شهداء الزمالك. لو انا كلامي غلط فممكن اي حد يصحح لي في الكومنتات. كولر اتجنن النهارده يا جدعان، عامل تغيير بين الشوطين. احمد رضا بينزل، طبعا ده غير التغييره اللي هي بتاعت يحيى عطيه الله، بس دي جت اجباري. ما شاء الله الدبيس نزل الشوط الاول مكان يحيى عطيه الله وخرج بين الشوطين فنزل مكانه احمد رضا. الاهلي كده بقى بيلعب بمحمد هاني باك ليفت واكرم توفيق باك رايت. بدأ الشوط الثاني زي الشوط الاول بالظبط، ضغط من الاهلي بدون اي فاعليه خالص. طرد البيراميدز والماتش هيتقلب. لعيبه بيراميدز بتشوف الطرد في الاعاده هل هو صح ولا لا، على اساس مثلا حاجه هتختلف يعني. بعد الطرد ده المدرجات اتقلبت والكل بقى عارف ان دي فرصه الاهلي. يا جدعان كولر النهارده هيجرب حاجه، ده عامل تغييرين كمان اهو في الدقيقه 62، وكان عامل اصلا تغييرين كمان. هنا الحكم وقف اللعب في الفاول بتاعت وسام عشان في واحد مشغل ليزر في عين الشناوي، ما شافش 660 الف ليزر اللي اشتغلوا في عين ابو جبل في ماتش السنغال. طبعا الشناوي استغل الموقف، واول ما لقى الحكم كده بدا يحط ايده على عينه، قال يعني مش شايف الكوره. في الوقت
اللي الناس كلها مستنيه جون فيه للاهلي يجي الشيبي ويجيب جون في وقت قاتل. راح الدوري. لقطة تانية برضو جامدة جدا للشناوي وهو بيتفنن ازاي يضيع وقته وما ياخدش الكرة عشان يلعب ضربة مرمى، وبصراحة حق. الشناوي رمى الكرة والراجل ده خد الكرة تاني، نفس الكرة، احنا كل ده بنفس الكرة، كل ده نفس الكرة اهو، والشناوي واقف كل وقت الكرة يعني مش هو اللي رمى الكرة من شوية الشناوي بعد ما طب سيبنا ايه للوداد والرجاء والجماعه بتوع المغرب، حتى الحكم خد باله واداله كلمتين. جمهور بيراميدز بقى بيكمل بيقول لك قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا. وبعد ما كنا خلاص لمينا حاجاتنا وماشيين وقربنا من نص الملعب، بيجي احمد رضا يسجل جون التعادل للاهلي ويرجعه للماتش ويرجعه تاني للدوري رغم ان الامل صعب جدا. خلص الماتش يعني قضى اخف من قضى كده، الفرق 4 نقط بس برضو كولر ده لازم يتحاكم على اللي بيعمله. تعالوا بقى نطلع نشوف كولر هيقرفنا بايه في المؤتمر الصحفي اكتر من القرف اللي بنشوفه منه في الملعب. ما عرفتش اسال كولر في المؤتمر الصحفي لان الناس كلها كانت عايزه تساله وكانوا عايزين يمشوه بصراحه، وده كان رد مدرب بيراميدز على سؤالي لما قلت له ايه الفرق بين بيراميدز اللي السنه اللي فاتت خسر من الاهلي رايح جاي وخرج من دوري الابطال بدري جدا، وبيراميدز السنه دي اللي الاهلي مش عارف يكسبه متصدر الدوري وفي مركز كويس جدا في دوري الابطال دلوقتي. طبعا مقارنه المفروض الاهلي السنه اللي فاتت المفروض الاهلي السنه دي، عشان احنا لازم نكون واقعيين يعني، والسنه دي بنتحسن، لعبنا ماتشات كتيره في دوري الابطال قدام جماهير قدام الاهلي قدام الزمالك وبس كده الحمد لله.